في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل الناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الفاتحة جانفي 15 مخبأ للإرهابيين يحوي على قنبلة يدوية تقليدية الصنع و200 غرام من مادة الديناميت ومنظاري ميدان ومعدات تفجير وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي برج بجي مختار الناحية العسكرية السادسة شاحنة ومركبة و10 أطنان من المواد الغذائية وأزيد من 1500 وحدة من مختلف المشروبات وسبعة أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية. فيما أوقف عناصر والدرك الوطني تاجري مخدرات وحجزوا تقريبا 900 قرصا مهلوسا بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية. ومن جهة أخرى، وقف عناصر والدرك الوطني شخصين بحوزتهما 4 أسلحة نارية بكل من باتنا وخنشلة الناحية العسكرية الخامسة، في حين تم توقيف 26 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وغرداية وعين قزام وبرج بجي مختار.